بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. انا عارفة ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات، بس والله العظيم عايزة اقول لكم ان انا اصلا اليومين دولت صعبين عليا قوي. الحمد لله، يعني بجهز لحاجات كده واوردرات جاية، فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تعجبكم باذن الله من غير مقاطعه. وعايزه منكم اللايكات بتاعتكم الحلوه وتشتركوا في القناه، يعني يا ريت يا ريت تدعموني كده وتبقوا اخواتي كده وفي ظهري. النهارده معانا 3 تورتات زي القمر. هو الفيديو ده من زمان، بس هو الثلاث تورتات بصراحه عجبوني، فقلت اما اعمل لهم فيديو معاكم بسرعه كده. هو ده العرض اللي هو ب150 تورتايه مقاس 20. طبعا انا بحط في الحله 300 جرام. ال 300 جرام بيطلعوا لي تورتيتين على مقاس رقم 9. تمام، عشان الناس اللي بتسأل، العرض ده بيبقى ب150 يا بنات. طبقتين اتنين بس، مش بيبقوا 3 طبقات. لو 3 طبقات مش هيبقوا على منشار، مش المنشار مش هيتقطع على رقم 9، هيتقطع على تحت ال9. تمام، فوق الرجلين بالظبط. هتبقى 3 طبقات برضو ب150. بس انا بعملها بقى كده وكده، يعني انا ماشية معاكم شوية كده وشوية كده. هياها، بس دي بتبقى 3 طبقات رقيقين، وديت بتبقى طبقتين يعني مرتفعين شوية. طبعا انا بحط 300 جرام، عليهم 3 بيضات، عليهم نص معلقة محسن جل، وعليهم كوباية ربع كوباية مية وحبة. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه تاني؟ الفانيليا. تمام، عشان خاطر زفرة البيض. وطبعا بقى بضربهم في العجان. بياخدوا وقت قد ايه؟ من حوالي 8 دقايق ل10 دقايق، 12 دقيقة، على حسب لما تلاقي القوام بقى تقيل معاكي زي الكريم شانتيه بالظبط. الناس اللي بتقولي انت بتستخدمي الدقيق ايه، انا بستخدم دريم على جولدن باك. انا بلخبط الاتنين على بعض. النسبة بتاعت دريم بتبقى اكتر من جولدن باك. يعني انا مثلا بجيب 2 كيلو دقيق بتاع دريم، وبجيب نص كيلو من بتاع جولدن باك، بلخبطهم الاتنين مع بعض. جولدن باك يا بنات بيبقى فيه حبيبات سكر كتير جدا، ومش بيستحمل مش بيستحمل المحسن. عمالة تلعب مع نفسها. مش بيستحمل المحسن، فعلشان كده انا بلخبط عليه دريم. ودريم لما بسيبه لوحده مش بيديني الارتفاع الحلو. تمام، في ناس خايفة تجربه كده، بس انا والله يعني انا شغالة بيه على طول وبلخبطه قدامكم على طول. فما تقلقوش، والله هو امن جدا جدا ومضمون جدا جدا. يعني انتوا ما تقلقوش لو حتى مش هيحصل منكم اي حاجة او يبوظ او كده، عشان والله العظيم انا بقالي يعتبر سنة شغالة بالنظام ده، بلخبط الاتنين على بعض. التورتايه بقى انا ضربت لهم كوبايتين كريمه. تمام، هما طبعا ما اخدوش معايا الكوبايتين كلهم. انا بعمل ال4 بياخدوا كوبايتين، وبيتساب منهم حبه صغيرين. يعني الكوبايتين بيتساب منهم حبه، يعني يعملوا يحشوا له تورتيه كمان، بس ما يجلسوهاش. يعني هما يحشوا تورتيه بس ما تتجلسش من بره. طبعا هي كانت في واحده بلد بعيدة عني، يعني ما بيني وما بينها ساعة. فهي انا ما كنتش اعرف، فقالت لي يا مسلم انا محتاجه تورتيتين. وقلت لها خلاص تمام، بتاكد عليا الحجز بعربون ومش عارف ايه. فهي بعتت لي العربون، فبتقول لي هما هيوصلوا امتى؟ قلت لها حضرتك مكانك فين؟ قالت لي المكان اللي هي فيه. قلت لها يا نهار ابيض، ده انا بعيده عنك بحوالي ساعه. قالت لي خلاص تمام، احنا ممكن قلت لها خلاص هبعتلك الفلوس، عشان طبعا ما كنتش لسه اشتغلت فيهم. قالت لي لا، خلي الفلوس، وانا باجي الكليه عندكم في كفر الشيخ، فهتقابليني على الموقف اخدهم منك. قلت لها خلاص تمام. طبعا بعت لها جوزي واستلمتها. وطبعا راحت البلد، عايزه اقول لكم ان هي صورتهم كانهم لسه طالعين من التلاجة، ولا ساحوا ولا اتبهدلوا منها ولا باظوا، وما شاء الله الله اكبر، كانوا جمال بالف هنا على قلوبهم. وطبعا شكروا لي فيها قوي قوي. هم اول مره ياخدوا مني، وقالوا لي بجد احنا اول مره ناخد منك، والحاجه كانت تحفه جدا جدا. طبعا الكلام ده بيبسطني قوي قوي. ده انا بص، هو قال لي كلمه ببقى طايره في السحاب. طبعا بقى زينتها بالشوكولاتات. نصي نوتيلا بندق، ونصي وايت اللي هي البيضة. تمام. التانيين برضو هيبقى كلهم مش هيبقى كلهم، هي هتبقى واحدة نصاص، والتانية دي هخليها كلها شوكولاتة وامشي عليها بالنوتيلا البيضة.
هديها خطوط كده ما شاء الله، كانت شكلها جميل جدا وكانت رقيقه كده وحلوه وكيوت قوي يعني. هما بصراحه كانوا عاجبيني قوي يعني. انا اول مره زين التزيين الجديد ده. هو التورتيه ديت اللي هي قدامكم على طول ديت، انا عملتها قبل كده بس طبعا ما كانتش رقيقه قوي يعني. انا حطيت عليها طبعا المربى الحليب، حطيت قلبين كده من هنا وقلبين من هنا، فادوها منظر شكله جميل جدا مع المعالق بقى اللي هي الشوكولاتات. انا بجيب المعالق ديت، طبعا عندي القالب السيليكون، وبسيح الشوكولاته على حمام مائي، وبقوم رايحه بقى ايه صبه الشوكولاته في القوالب وعاملاها. بصراحه انا ان شاء الله يعني هعمل اوردر قوالب سيليكون عشان خاطر الصبلي بقى، وندلع الصبلي بتاعنا كده وندلع الحاجات بتاعتنا كده. هي بصراحة هتبقى أول سنة أشتغل فيها نواعم. أنا اشتغلت السنة اللي فاتت بس ما اشتغلتش إن أنا أعمل أطباق أو أعمل أوردرات وكده، كنت أنا عملت لنفسي ونزلت حاجة فوري، فما شاء الله اتاخدت مني. فأنا إن شاء الله السنة دي بقى هقدم خطوة وهشوف الدنيا عندي، اتباعوا اتباعوا ما اتباعوش هعينهم ليا إن شاء الله بقى وربنا كبير. عايزه اقول لكم ايه تاني، والله عندي شويه فيديوهات كتير جدا عايزين يتمنتجوا، عايزين ينزل لكم علشان بصراحه ما عادش عندي مساحه. عايزه اخلص برضو افضي المساحه خالص عشان ابدا معاكم في النواعم، علشان خاطر ابقى ماشيه معاكم خطوه خطوه، ما يبقاش فيديو مثلا طار مني او راح مني في اي حته، فاهمين؟ عايزه امشي معاكم خطوه خطوه كده عشان برضو باذن الله لو حد هيبدا شغل. هو انا ناس كتير بدات اصلا، فانا لسه عايزه ابدا لسه في اول مثلا اول دخلة رمضان كده في اول 10 ايام، تمام؟ عشان خاطر برضو ايه ما يبقاش الحاجه لو قعدت عندي ما تبقاش طريه او طعمها يغير ولا كده. يا رب تكون فاهمين القصد. هو في ناس بتقول عادي ان احنا نحفظهم في اكياس وفي علب ومش عارف ايه، بس انا مش بنصح بكده، ان الحاجة كل ما بتتأخر كل ما طعمها بيغير. حتى اصلا الحاجات اللي احنا كنا بنشتريها من الافران او من المحلات، والله العظيم انا كنت بسيبهم مثلا لغايه اما العيد يجي، كنا بنفتح وبناكله منهم وكده، بس طعمها لما الحاجه بتقعد طعمها بيتغير جدا، ما بيبقاش الطعم اللي هو كانها لسه جايه. فانا مش عايزه ان انا اخلي الحاجه مثلا تقعد عندي شهر ونص او شهر او كده، لا انا عايزه الحاجه تتاكل على طول وتبقى ما شاء الله طعمها حلو، وطعم السمنه باين فيها او طعم الزبده باين فيها. فان شاء الله من غير مقاطعه كده هبقى ماشيه معاكم خطوه بخطوه ويا رب يبقى رزقي فيهم وربنا يحسن سوقهم كده ان شاء الله من غير مقاطعه. بس طبعا لازم أنا اجهز برضو الدقيق والسمنه والزبده ومش عارف ايه. بصراحه النواعم متعبة جدا 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 عن شغل الكيك. يعني شغل الكيك بالنسبة لنا احنا بسيط جدا بسيط جدا فوق ما تتصوروا. امال النواعم صعبة، قطمة ظهر، قطمة رقبة، كفاية وقفة رجليكي، وكمان بتشتغلي على الرخامة عشان التصوير ومينفعش ان انتي تقعدي على الارض. حاجات كتير كده بتحصل لنا الواحد ما بيبقاش حاسس بيها غير اللي بيبقوا شغالين زينا بصراحة يعني. بتبقى هدة وتعب، وكمان لو في اطفال وطبعا بتبقي بقى البيت وغسيل المواعين. انا اقول لكم على حاجة والله العظيم وحياة ربنا، اكتر حاجة بكرهها في حياتي غسيل المواعين وغسيل الملابس. اكتر اتنين بكرههم في حياتي. غسيل الملابس ان انا اغسل، بس ان انا اغسل ان انا اغسل ونشر واطبق، دي بصوا عقدة حياتي كده يعني. فبصراحة الله يكون في عون البني ادم. بشكلكم همي معلش. الله يكون في عون البني ادم اللي شايل هم كبير عن فوق طاقته يعني، من اولاد لده ولده ولده، فالله يكون في عون اي حد كده والله. ربنا يعيننا جميعا يا رب، ويبارك في اولادنا ويجعلهم ذرية صالحة كده ويهديهم. عارفة ان انا بتقل عليكم في الفيديوهات، بس والله العظيم بقصرها على قد ما بقدر يعني، كل ما بقصر الفيديو على قد ما بقدر. على فكرة هما زهقوا منك ومن صوتك علشان انت بتقعدي تعيطي وبتقعدي تعملي اصوات كده، هما مش بيحبوا الحاجات دي في الفيديوهات، فاحترمي نفسك بقى بعد اذنك. خلاص يا بنات، الفيديو هيبدأ يخلص معاكم خلاص، ما عادش فيه حاجة قد كده. اتمنى منكم بقى تشتركوا في القناة وتدعموني، ولو بتعليق واحد يعني كده تكتبوا لي اي كلمة حلوة، والله العظيم برد على كل التعليقات، ما بسيبش تعليق الا لما برد عليه. زي ما انتوا بتحترموني وبتبعتوا لي تعليقات حلوة، انا بحترمكم وبرد عليكم.
فانزلوا كده بقى اعملوا اللايك بتاعكم الحلو وتشتركوا في القناة، ومع الف سلامة يا حبايب قلبي.